السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة قصص مغربية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقات جديدة من قصص وملفات قضايا جرائم حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة في سنة 2000 بمدينة البير الجديد. في واحد الصباح جا واحد السيد عند الدرك الملكي مع شي 9 الصباح تقريبا يحط شكاية ديالو. قال لهم عندي واحد الصيدلية، جيت الصباح لقيت الباب محلول ومهرس والقفولة حتى هما مهرسين، سرقوا لي شي أدوية والفلوس من لاكاس. قالوا لي جدرمية شحال ديال الفلوس تقريبا مشاو لك؟ قال لهم شي 1500 درهم. مشاو معاهم جدرمية فعلا، لقاو القفولة مهرسين، شي 2 قفولة كبار، وحتى الباب حتى هو محلول ومهرس. هنا جدرمية غادي يعرفوا سلسلة كبيرة ديال السرقات، وبالضبط سرقة صيدليات ومحلات تجارية. تقريبا عدد صيدليات اللي تسرقات جوزات شي 4 صيدليات. هنا اش غادي يوقع؟ لما عاقوا بأن جدرمية كيبحثوا عليهم، يعني المجرمين، جو الجدرمية حطوا كاميرات في جميع الصيدليات ومحلات تجارية. هاد العصابة توقفت لمدة 2 شهرين على السرقة، حتى لواحد النهار تخبروا الجدرمية بإخبارية مفادها العثور على واحد العساس مقتول بحين نضال. انتقلوا جدرمية بعين المكان، كيلقاو واحد السيد في العمر ديالو تقريبا 50 عام، مرمي في تخوطوار مقتول، مضروب بالسكين في البطن ديالو ضربات كثيرة متفاوتة الخطورة. لقاو أحد المحلات التجارية اللي كان عساس هذاك السيد تعرضت للسرقة. مول الحانوت قال لدرك الملكي اتصل بيا جاري، قال لي اجي دابا راه الحانوت ديالك تعرضت للسرقة وعمر العساس لقيناه مقتول. بالفعل دخلوا لدارك لهذاك الحانوت، قالوا ليه اش تسرق لك من الحانوت؟ قال لهم تسرقت لي التعبئات والكارو، تقريبا شي 3000 درهم ديال الكارو وشي 4000 درهم ديال الفلوس من لاكاس. جدرمية سجلوا اقوال ديال هاد السيد ونقلوا الجثة ديال هاد الضحية العساس لمستودع الاموات. بداو الدرك كيبحثوا في هاد القضية. الامر كيتعلق بعصابة ديال السرقات وكتستهدف المحلات التجارية والصيدليات بعد ما توقفوا لمدة 2 شهرين. دازت مدة تقريبا ديال 15 يوم، غادا تعرف واحد لاجونس ديال الاتصالات حتى هي نفس الشيء. هاد الوكالة سرقوا منها بزاف ديال الأجهزة، منها بيسيات، تليفونات والفلوس. والغريب في الأمر هو أن الوكالة كانت مزودة بالكاميرات، لكن المجرمين كانوا ملتمين ودايرين ليكون باش ما يخلوا حتى شي بصمات. هنا جدرمية ما توصلوا حتى شي نتيجة بدون جدوى. دازت مدة تقريبا ديال شهر، غادي يتعرض واحد المحل ديال الباتريات للسرقة. لقى مولاه في الصباح المحل ديالو محلول ولقى بزاف ديال السلعة مشات ليه. هنا مول المحل ديال الباتريات غادي برزت جدرمية، كل نهار غادي لا بريكاد، غادي جاي، ما غاديش يخلي جدرمية يخدموا في خاطرهم. كيقول لهم كل نهار ديروا خدمتكم، ضروري تشدوا هاد العصابة في اقرب وقت، رزقي مشى، راني ترزيت، هادشي راه بزاف عليا. واحد النهار مول الباتريات جالس في قهوة مع صحابو، قالوا ليه هاد الباتريات ما يمكنش يشريهم من عندهم شي واحد، ولا يقدروا يبيعوهم في السوق الارباع ولا الجرار ولا في كازا في ضرب غلف. بالفعل مشى هذاك السيد مول المحل لضرب غلف، كيقلب كيشوف هنا وهنا، مع الاسف ما لقى والو. واحد النهار مشى للسوق الارباع ولا الجرار، كيلقى واحد السيد كيبيع الباتريات وبدا كيشوف. قال له مول الباتريات اللي كيبيع مرحبا سيدي، ياك ما خاصك شي باتري؟ قال ليه
قال لي مول المحل غير كنشوف اصلا انا عندي المحل ديال الباتريات. قال له السيد فين عندك المحل؟ قال له مول المحل في كازا. كذب عليه غير باش ما يعرفوش على الجا. قال له مول الباتريات اللي كيبيع في السوق راه عندي شي 50 باتري ندير لك ثمن زوين الا بغيتيهم وكلهم جداد ونلاقيك مع مولاه. قال له مول المحل واخا نشوفوا معاه بغيت نشريهم تا انا. ومشاو داه السيد عند صاحبه وقال ليه هاد السيد جا لعندي للسوق راه بغا يشري الباتريات وراه عنده المحل في كازا الا بغيتي تصايب معاه في الثمن غادي ياخد لك الستوك ديالك كامل. بالفعل دخلوا واحد الكراج وهنا كانت صدمة كبيرة. شاف الباتريات وتعرف على السلعة ديالو وعرفهم ديالو. هنا اش دار؟ تفاهم معهم على الثمن، عطاهم واحد العربون قليل وبقى عادي جدا ما بغاش يبين التصرفات ديالو. وقال لهم انا ما هاش معايا الفلوس، مهم انا غادي نمشي نجيب الفلوس تا من بعد ونجيب فلوس وترونسبور باش ندي معايا الباتريات ونرجع عندكم. هنا اش دار؟ مشى عند الجدرمية قال لهم لقيت باتريات ديالي عند واحد السيد في سوق الارباع ديال ولاد شرار. هنا خداو الجدرمية الاذن بتجاوز نفوذ الترابي وانتقلوا بالسوق الارباع ولاد شرار واقتحموا هذاك الكراج ولقاو القبض على هذاك السيد اللي كيبيع الباتريات وتما غادي يحقوا معاه. قالوا ليه الجدرمية منين جبت هاد الباتريات؟ قالوا ليه من عند فلان من بير جديد. قالوا ليه ورينا فين كاينين. منين مشاو الجدرمية لبير جديد عند هاد العصابة تصدموا، لقاوهم كلهم ناس كبار كيتجاوزوا 40 سنة. وحتى هذا اللي مشى مع الجدرمية اللي كان كيبيع الباتريات في السوق الاربع ولاد جرار صدق شفر معاهم. تم القبض عليهم واعترفوا بالجريمة واعترفوا بأنهم هما اللي سرقوا المحلات التجارية والصيدليات وحتى ديك لاجونس ديال الاتصالات، لكن ما غاديش يعترفوا بالقتل ديال العساس. هنا الجدرمية غادي يعزلوهم باش يديروا البحث ديالهم. منين كيسولوا شي واحد كيقولوا ليه راه صحابك قالوا لنا بان انت اللي قتلتيه، وكل واحد غادي يعترف بسمية وحده. هنا الجدرمية غادي يقدموهم العدالة بالتهمة تكوين عصابة إجرامية السرقة والقتل، وتحكموا هذوك الثلاثة بالسجن 20 سنة والرابع اللي قتل العساس ب30 سنة السجن نافذ. كانت هذه هي جريمة اليوم. وإلى هنا مشاهدين الكرام نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.